موضوع مركون خطير. بتسمع ناس بتقول ما اشترينا علشان منتجاتنا ما نعلمك. طيب السؤال، لو الشراء قليل الأصل، ليه في ناس بتتكلم عن زيادات؟ اللي واضح في سوق دلوقتي مش جنون شراء، واضح اللي هو عطش سيولة. التجارة ومصانع نريد كاش سريعا علشان يسددوا التسوية ويشتروا خامات ويكملوا الإنتاج. مثال واضح، بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية للأطفال بغرفة القاهرة، قال إن مصر يمكن أن تنتج 3 ملايين فانوس، ما يقارب 800 مليون جنيه. أخبارك دوت نت. ده معنى إن في بائع كثير، لابد من البيع، لكن لو مش الناس غير الوارد، البضاعة تفضل راكدة. يبقى الخلاصة، مشكلة مش اشتروا كتير، مشكلة مفيش مساحة في الميزانية. ناس مستنية المرتب، أصول مستنية سيولة. إشارات نراقبها الأسبوع الجايين. هل الخصومات هزيد؟ هل التقسيط هيبقى أسهل؟ وهل أسعار الأساسيات هتهدى ولا هترجع تطلع؟ والسؤال الأهم، لو سوق واقف، مين هيقدر يفعله من غير ضغط جديد على الناس؟